النهارده بقى لأول مرة جايبالك سر حصري لعصير المانجا زي محلات العصير المشهورة بالظبط. هخليكي تعملي 5 لتر عصير مركز زي اللي انت بتجيبيه من بره، اللي الشوب بتاعه ب50 جنيه، بكيلو مانجا ب15 جنيه بس. ومش بس كده، ده قشر المانجا والبذر هنعمل منه وصفات حصرية وتحفة، يعني مش هنرمي حاجة من كيلو مانجا ب15 جنيه. كل اللي انا طالباه منك بقى تنزلي في الكومنتات وتصلي لي على الرسول، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش بقى تحطي لايك للفيديو وتشيريه بقى لاصحابك ولحبايبك عشان يستفادوا. وتعالي بينا بقى نشوف الفيديو بتاعنا. اول سر لازم تعرفيه عشان تعملي عصير مانجا حلو: العصير بتاع المانجا بتاع المحلات ما بيتعملش غير بمانجا زبديه. طب انت يا رشا، المانجا اللي قدامك دي مانجا زبديه؟ المانجا دي يا بنات مانجا اسمها اصناف، يعني مشكله، وانا نقيت منها كام واحده زبديه، وواحده اللي هي الكبيره دي كانت اسمها صديقه، والفص اللي هي الصغيره اللي انا اكلتها دي قدامكم يعني كانت مانجا مشكله كده، والكيلو ب15 جنيه، ما فيهاش ولا واحده بايظه، هي تنفع للعصير مش للاكل. تمام. المهم ان انا قطعتها، دي صديقه اهيت. عايزه اقول لكم ان هي فيها لحم، لو انت عايزه تعملي وصفات بالمانجا فدي سهل ان هي بيبقى فيها لحم كتير ان انت تقطعيها وتزيني بيها. تمام. قطعتها بالشكل ده كده، وطبعا مخليه البذر زي ما انتم شايفين، والقشر مخليه لوحده، والمانجا طبعا مغسوله كويس جدا جدا قبل ما نعمل فيها اي حاجه، غسلينها. عندي حبيتين كبار من البطاطا سلقاهم كويس قوي لحد ما اتهروا، مش اتسلقوا بس، يعني شربوا الميه بتاعتهم واتسلقوا كويس جدا. هحط كوبايه ونص من السكر عليهم، وهكمل بالباقي ميه، وهضربهم في الخلاط كويس قوي قوي، وده سر المحلات عشان يدي قوام تقيل. بعد كده بقى هجيب المانجا في نفس الشفشق بتاع الخلاط، وهحط عليها الميه وهضربها، بس مش هضربها كتير، انا هضربها ضربتين. يعني بص، انا مش عايزاها تنضرب كتير، بس كمان بقطع كده، وانا بضرب بقطع كده علشان تبقى محتحته كده زي ما انتم شايفين كده. هنقلب كل الكلام ده كده مع بعضه، وبصوا القوام بتاع المانجا لسه عايزه لتر ميه تاني، خدوا بالكم. بس انا يعني ما حطيتلهاش ميه كتير علشان القوام بتاعها يبقى مظبوط. كمان لسه انا هعبيها في جيركن وهحطها في الفريزر. انتي بتطلعيها من الفريزر، بترجي الجيركن كده وتفضي منه، او الازازه يعني، وتفضي منها في الكوبايات، بتبقى تقيله جدا جدا، كل ما بتقعد كل ما بتتقل. كده انا عملت جيركن 5 لتر اهو قدامكم، هحطه بقى في الفريزر. وتعالوا بقى ناخد القشر بتاع المانجا، هحط عليه بس شويه ميه صغيرين وهضربه في الخلاط. خدوا بالكم قشر المانجا انا عملت بيه كيكه كانت تحفه، وفي ناس كتير انتقدتني وقعدت تقول يع وقرف والقشر سام. قشر ايه يا جماعه اللي سام؟ ده احنا بناكل المانجا بقشرها والله. بصوا احنا بنصفيها كده والقشر خلاص بيترمي، يعني احنا خدنا البوريه اللي بيبقى موجود في القشر مش اكتر من كده. حطيت معلقتين كبار مليانين من النشا، وحطيت السكر وقلبته كويس، والسكر حسب الرغبه بنقلبهم كويس مع بعض، وبعد كده بنحطها على النار لحد ما القوام بتاعنا يتقل، يبقى زي المهلبيه التقيله قوي قوي. وبعد كده بنحطه بقى لما يبرد خالص في الكبه، هنحط عليه معلقه من جيلي المانجا، وهنحط عليه كمان كيس من الكريمه، وهنحط كوبايه ميه متلجه، وهنضربه كويس جدا جدا. لو حسينا ان اللون بتاعه مش حلو وانتوا عايزين تزودوا لون، فادوا سنة لون كده اورنج. تمام. اللون هيظبط معاكي. بس كده. بعد كده بقى هنجيب علبة تكون ناشفة ونحط فيها الخليط بتاعنا ده، شايفين كريمي ازاي، وهندخلها الفريزر بقى لحد ما تجمد خالص. وكل شويه بنطلعها كده، ايه يعني، كل 3 4 ساعات كده بعد ما تجمد بنقلبها وندخلها تاني علشان احنا مش حاطين محسن. نيجي بقى للبذر ده، انا كسرت البذره كده بالسكينه، خلي بالكم لو تتعوروا، وبنطلع منها الجنين ده. الجنين ده بقى كده، او البذره اللي هي اللي جوه دي مفيده جدا، كلها فيتامينات يا جماعه، بجد خطيره خطيره للبشره وللشعر، مفيده جدا جدا لو تعرفوا فيها فيتامينات قد ايه. والزيت بتاع بذره المانجا ده بيجي غالي من بره ازاي، بجد مش هترموها ابدا. انا قشرت القشره اللي هي الرقيقه دي، وبعد كده فرمتها في الكبه لحد ما نعمت، او في المطحنه بتاعه التوابل. وبعد كده بقى حطيت عليها ايه، بصوا انا لما مسكته في ايديا كده انا بوريكم كله زيوت، يعني عايزه اقول لكم خطيره. بعد كده حطيت عليها كمان معلقتين كبار من زيت جوز الهند، عشان انا عايزاها تنطحن اكتر واكتر لحد ما بقت عجينه زي ما انتم شايفين كده.
تقدروا تنشفوها في الفرن او تنشفوها في الشمس يعني، وبعد كده تطحنوها في الكبه بتاعت التوابل، هتبقى بودره معاكم وتخلوها ببرطمانات. مفيده قوي قوي يا بنات. بعد كده بقى انا حطيت دلوقتي كوبايه زيت، اي زيت عندك، حطي زيت لوز، حطي زيت جوز هند، حطي زيت زيتون، بص اي نوع زيت عندك. وبعد كده عملنا حمام ميه، يعني حطيت الحله دي، حطيتها في حاجه فيها ميه وسبتها لحد بس ايه ما دخلت على غليان كده على النار. وبعد كده بننزلها وبنسيبها بقى عندنا زيت بذرة المانجا. تعالوا بقى نشوف العصير الفظيع ده. بصوا القوام، بصوا القوام يا بنات. يعني انتوا بتجيبوا من المحلات اللي هي في الاماكن الشعبية، الكوباية دي بكام؟ ب15 جنيه. عايزة اقول لكم بقى كمان الايس كريم اللي احنا عملناه، تعالوا شوفوا كريم ازاي وتحفة. يا خراشي على الجمال، بصوا لونه بقى ولا شكله ولا طعمه، بتاكلي مانجا طبيعية. الزيت ده خطير خطير خطير، كله فيتامينات حلوة قوي للتجاعيد وللبشرة، يعني بيداري الخطوط اللي هي التعبيرية دي والتجاعيد في البشرة، وبيعالج حب الشباب، وكله فيتامينات بيخلي البشرة كده فيها نضارة، وحلو كمان للشعر. جربوا الوصفات دي يا بنات، اقسم بالله هتعجبكم. جربوا عصير المانجا هيعجبكم جدا جدا، وكمان ايس كريم المانجا. يا رب الفيديو يعجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد.